ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم بتشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا شيماء، عندي 45 سنه، وعندي ولدين توأم. وفي يوم دخل ابني أسامة وقال: يا ماما، بجد بقى انا نفسي تتصرفي لي في الفلوس، عشان خاطر انا عاوزه اعمل المشروع اللي قلتلك عليه مع اصحابي. تاني هتتكلم في الموضوع ده يا اسامه؟ هجيب لك منين؟ ما الدهب انا بعته يا حبيبي عشان خاطر اكمل شقتك انت واخوك. وانا مش عايزه اتجوز دلوقتي يا امي، خلاص. انا هبيع الشقه بتاعتي وبعدين هكمل المشروع بتاعي، ولما ربنا يكرمني بفلوس هبقى اشتري شقه تانية. انت ناوي تبعد عني؟ انت عارف ومتاكد كويس قوي ان الشقه دي في نفس العماره اللي انا ساكنه فيها، وانا عايزاك انت واخوك تبقوا جنبي. مش كفايه ابوك توفى وسابني لوحدي؟ كفايه اللي انا قاعده في شقه ايجار واخدت لكم انتم الشقق التمليك كده برضو يا ابني. مش ذنبي بقى يا ماما اني خايفه تعيشي لوحدك. انا بجد عايزه اكون مستقبلي، واللي انا بعمله ده غلط. ليه اشتغل عند الناس وانا دماغي كويسه؟ بدل ما افيد الناس في المشروع بتاعهم استغل الموضوع ده وافيد نفسي واعمل شغلي بنفسي، اعمل لي مشروع اقف بيه على رجليا. وانا قلت لك كذا مره اني معيش فلوس، ولو سمحت بقى بلاش تبقى تضايقني بكلام اكتر من كده. في الوقت ده الباب خبط وفتح اسامه، وكانت شهيره زميلتي. ايوه خير، مين حضرتك؟ انت اسامه ولا زين؟ ولا هي بقى خلفت حد تاني انا معرفوش؟ وبعدها طلع السواق وكان معاه هدايا كتيره جدا، وقالت شهيره: طب عدي لو سمحت عشان يدخل الهدايا. طب اتفضلي حضرتك، بس انا معرفتش حضرتك مين. وبعدها انا جيت. معقوله شهيره؟ ايه يا بنتي، انت شكلك اتغير قوي كده ليه؟ ده انت شكلك بقى اصغر مني، ده انت اكبر مني ب5 سنين، وشكلك كده صغرتي سبحان الله. ما تعرفيش انت وحشتيني ازاي؟ وحشتيني قوي والله. وانت كمان يا بنتي يا شيماء، ده انا اول لما نزلت من لندن قلت اول واحده لازم اجيلها هو انت يا ستي. وحشتيني قوي. عامله ايه؟ وشريف جوزك اخباره ايه؟ شريف جوزي تعيش انتي. تعالي اتفضلي بقى. وانت يا اسامه يلا ادخل المطبخ، هات حاجه لطنط عشان تشربها. سامحيني بقى في السؤال يا شهيره، انتي اختفيتي من زمان ومحدش كان عارف عنك اي حاجه. ايه حكايتك؟ ما تقوليلي. يا ستي اخترت الفلوس مش الحب. وعلى فكره دي كانت احسن حاجه انا عملتها في حياتي. مش فاهمه كلامك اللي بتقوليه. على فكره انا رحت كذا مره عندك البيت بعد اخر مره كلمتيني فيها، بس مامتك بقى كانت دايما تقول انك مسافره. وقتها شهيره بدات تحكي لي كل حاجه. في الاشباك شهيره كانت واقفه في الصاله وبتقول لابوها: خلاص يا بابا انا مش عاوزه محمد ده، وانا وافقت على المعلم منعم، وتقدر تقول له يجي بكره عشان يكتب الكتاب. تتجننت يا بنت انت عارفه الراجل ده عنده قد ايه؟ ازاي يعني وافق انك تتجوزي واحد زي ده؟ ده اكبر مني. وانت راضي يعني يا بابا بمحمد اللي مش عارف يجيب لي شقه حتى؟ ده لحد دلوقتي مش عارف يعمل اي حاجه. بص بقى، انا مش عاوزه فقر وغلب. انا كل اللي عاوزاه واحد يصرف عليا ويقدر يجيب لي كل اللي نفسي فيه، هو ده اللي انا عاوزاه. انا قلت لا يعني لا يا شهيره. انت سامعه ولا لا؟ مش هسيبك تضيعي حياتك كده بايديكي. انت عارفه يا بنتي الراجل ده عنده كام سنه؟ انت مش متخيله عيشتك معاه هيكون شكلها ايه. بقولك ده اكبر مني، وانا مش هسيبك تضيع مستقبلي يا بابا، لان انا عارفه كويس اللي انا عاوزاه. ولو سمحت انا حره في حياتي. بعدها ابوها اداها بالقلم وقال لها: خلاص يا قلة الادب، بقى انا هضيع حياتك؟ تبص للفلوس دلوقتي، انما بص لحياتك بعدين لما تبقي مش عارفه تجيبيلك حته عيل تفرحي بيه. انا كلامي خلاص، ما عنديش حاجه تانية اقولها. انت بتمد ايدك عليا؟ طب ماشي. وبعدها دخلت جوه، وخرجت الام وقالت: ما تسيبها تعمل اللي هي عاوزاه، خلاص طالما هتكون مرتاحه في كده. خلاص خالص يا ست انتي، مش عايزه اسمع صوتك. ادخلي اعملي لي كوبايه شاي. وبعدها دخلت وهو داخل الاوضه، وخرجت شهيره ونزلت راحت بيت المعلم منعم. شهيره، معقوله انتي موجوده هنا؟ خير في ايه؟ انا عرفت من بابا اللي انت عاوز تتجوز، وانا موافقه عليك وهو مش راضي. لو كده تعالى نطلع للمأذون دلوقتي ونكتب الكتاب. انت عارفة ان انا عمري ما اعمل حاجة زي كده، انا مش عيل صغير. انا فكرت ان اتجوزك، بس انا برضو عمري ما اخدك من ورا اهلك.
هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا، لو عاوزني يبقى مفيش حل غير كده، عشان بابا مش هيوافق على موضوع جوازنا خالص. طب أقولك إيه، اصبري بس وسيبيني أتكلم مع أبوكي، يمكن أقدر أحل الموضوع ده معاه. بقولك إيه، أنا مش هتحرك من الشقة من عندك، عشان أنا لو رجعت تاني أنت مش عارف بابا ممكن يعمل فيا إيه، ده ممكن يموتني. طب على العموم خليكي موجودة جوه، وأنا هروح لأبوكي وبعدين هشوف هعمل إيه. وبعدها راح البيت عند أبوها وفتح الأب. خير يا معلم، أنا قلتلك الطلب اللي أنت طلبته خلاص مرفوض، بنتي مش هينفع تتجوزك عشان بنتي أصلا مخطوبة. بنتك جات لي البيت وأنا مش هقدر أتجوزها من وراك، عشان كده جيتلك لحد عندك عشان خاطر أقولك تعالى عشان نروح للمأذون وأنت تبقى وكيلها ونكتب الكتاب. طالما هي موافقة يبقى أنت مانع ليه؟ أنت بتقول إيه يا جدع أنت أكيد بتخرف. ده بنتي أنا جاتلك أنت؟ أنا بنتي لا يمكن تعمل حاجة زي كده. يا أخي أنا عامل عشان العشرة وعشان خاطر الجيرة، أنا مش عيل صغير، وبنتك برضو مش صغيرة وتقدر تجوز نفسها، بس أنا مش راضي أعمل حاجة من غير إرادتك. لكن أنت لو مش موافق خلاص أنا كده كده هتجوزها. ناوي تيجي يبقى أهلا وسهلا، عشان راسك تفضل مرفوعة في الحارة، ولا أنت ناوي على إيه؟ معقولة بنتي تعمل كده؟ الله يسامحها. وبعدها الأب اضطر يروح ويكتب الكتاب. وشهيرة قالت لمنعم: هو أنت بتتكلم بجد؟ بالله عليك الفلوس دي كلها يا منعم ليا أنا؟ طب أنت إزاي معاك كل ده وعايش في الحارة المعفنة دي وأنت معاك كل الفلوس دي؟ أعمل بيها إيه يعني؟ أنت ما تعرفيش الحارة دي غالية عليا إزاي، ده ولا كنوز الدنيا تخليني أسيب الحارة دي. الحارة دي أنا عايش فيها من أيام أبويا الله يرحمه، وأنا بحبها قوي ما أقدرش أمشي منها. يا حبيبي الكلام ده كان زمان، قبل لما أنا أكون في حياتك. أنا واحدة صغيرة وعاوزة أدلعك وابسطك معايا، عشان كده لازم نسيب المكان ده ونروح لمكان أحلى. أنت كمان لازم تهتم بيا وتدلعني وتعمل لي كل حاجة أنا نفسي فيها. بس كده أنت تأمري يا حبيبتي، وأنا هنفذ لك اللي أنت عاوزاه، وأي حاجة تقولي عليها أنا هعملها ليكي. طب أنا عايزة أسافر برا مصر، أنا مش عاوزة أرجع هنا تاني ونعيش حياتنا هناك، بس أنا ما أقدرش أقعد من شغلي. أنت عاوزاني أعمل كده إزاي بس؟ اللي زيك يرتاح ما يفكرش في شغل خالص. أنت عايز تشتغل ليه؟ ما أنت عندك كل حاجة. على العموم ماشي يا شهيرة، أنا هعمل لك كل اللي أنت عاوزاه. وبعدها فعلا سافروا، وبعدين منعم كتب لها كل حاجة. ولما توفى هناك هي رجعت على مصر وراحت بيت أمها، وعرفت إن أمها وأبوها توفوا، وكانت قاعدة مع سماح أختها. طب وأنت بتصرفي منين يا سماح؟ وإزاي ما تتصليش بيا عشان خاطر أقدر أبعتلك كل الفلوس اللي أنت عاوزاها؟ أبوكي وأمك حرموا دخولك البيت ده، وأنا دخلتك بس عشان خاطر أعرفك باللي حصل. غير كده اتفضلي امشي اطلعي برا. بتقولي إيه؟ أنت بتطرديني من بيت أبويا وأمي؟ أنت اتجننتي ولا يا سماح؟ إزاي يعني الكلام ده؟ أنت واحدة بعتي نفسك زمان، جاية دلوقتي تسألي على أهلك؟ اتفضلي اطلعي برا يا شهيرة، وأنا مش عايزة أشوف وشك تاني. طب خليكي عارفة إنك هتندمي على كل كلمة قلتها لي، عشان أنا ما بقتش شهيرة بتاعت زمان يا حبيبتي، وأنا أقدر دلوقتي أخد حقي من التخين. بس انت شكلك مش عارفاني، انت مالكيش أي حقوق عندي. الشقة دي أبوكي كتبها لي قبل ما يقابل وجه كريم، وأنا اتجوزت فيها، ولو عاوزاها محاكم أنا هي الاتنين. شقة ايه يا معفنة؟ ايه الشقة الزبالة دي؟ انت فاكراني جاية طمعانة في الشقة؟ هو انت بتسمي الخرابة دي شقة؟ تعالي شوفي الشقة اللي أنا هشتريها هنا في مصر فين وسعرها كام. قال شقة قال، ما هم الفقراء زيك الجربانين ما يعرفوش حاجة عن اللي أنا بقوله. يا حبيبتي أنا معايا فلوس، والفلوس تعمل كل حاجة وتشتري أي حاجة، مش واحدة جربوعة زيك قاعدة في خرابة تتأمر عليا وتقولي روح ارفع قضية لو عاوزة الشقة. الفلوس فعلا بتعمل كل حاجة، بس الواحدة زيك اتفضلي يا شهيرة امشي اطلعي برا. وبعدها مشيت، وخرج جوزها حسين وقال: ايه بس ده؟ ايه اللي انت عملتيه مع اختك ده احنا كنا نقدر ناخد من اختك فلوس قد كده، ينفع اللي عملتيه ده يا سماح؟ بقولك ايه، حط لسانك جوه بقك، مش عايز اسمع صوتك تاني. احمد ربنا اللي انا جبتلك شقة اصلا تعيش فيها. بس خلاص، ده انت وليا فقر ونكد، وانت هتسيب اختك وتمسكي فيا انا ولا ايه؟ ده انت عاملة زي ابوكي والشفار، طول عمرك والشفار، تلاقيكي غيرانة منها، كمان ربنا فتح عليها، وانت ببوزك الفقر ده قاعدة في شقة معفنة على رأيها. وبعدها فعلا مشيت وجت عندي
عودة من الفلاش باك. شهيرة قالت لشيماء: بس يا ستي ودي كل حكايتي، وأنا فعلا فكرت أشتري شقة عشان خاطر أعيش فيها هنا. أنا عايزة خلاص أقعد في مصر، وأنا عيني على كذا حاجة، بس مش عايزة أتسرع، لأن الشقة اللي عايزاها تبقى حلوة قوي. بس برضو يا شهيرة ما كانش ينفع تخسري أبوكي وكمان أمك. إزاي يموتوا أصلا وهم زعلانين منك؟ بقولك يا شيماء، وانت كنت عاوزاني طول عمري أفضل عايشة في الفقر ولا إيه؟ سيبك، تعالي بقى لما نفتح الهدايا. وفي الوقت ده الباب خبط وفتحت، وكان صاحب العمارة. بقولك إيه، أنا صبرت عليكي كتير يا أستاذة شيماء، انت بقالك 3 شهور ما دفعتيش الإيجار، لو سمحتي هاتي الفلوس دلوقتي. طيب بس مش وقته، أنا عندي ضيوف، بلاش كلامك ده، طب نبقى نتكلم بعدين، اصبر بس عليا شوية. بقولك ايه، أنا صبرت عليكي كتير، مش ناوي أصبر أكتر من كده، عشان الشقة دي أنا عاوزة أجرها. لو انت مش عارفة تدفعي الإيجار، أنا لا مؤاخذة مش مأجرها عشان ما استفدش منها وتبقى سبيل. طب أنا هروح فين أنا وعيالي لما انت بس تأجر الشقة؟ طب اصبر عليا شوية لو سمحت، والله دي حاجة مش بتاعتي، وأنا صبرت كتير. لو انت مش عاوزة تخرجي من الشقة ادفعي الإيجار، يا إما هقدم العقد للبوليس، هما هيخرجوكي بمعرفتهم. وبعدها كانت شهيرة وقالت: انت ازاي تتكلم معاها بالأسلوب ده؟ هي فلوسك كام يا حيوان انت؟ وحدهم لك على الجزمة القديمة. الله، ده ايه الأنعارة الفاضية دي؟ أنا عاوز 6000 جنيه دلوقتي، عليها 3 شهور، كل شهر ب2000 جنيه، 10,000 جنيه هم معاك، منهم فلوس مقدم، اتفضل. وياك تتكلم تاني معاها بالأسلوب ده، انت فاهم ولا لأ؟ ما ناقص الا انت كمان، انت ازاي تتجاوز وتتكلم بالشكل ده أصلا؟ خلاص هاتي الفلوس، أهم حاجة خدت فلوسي. وبعدها مشى. وشيماء قالت: انتي بتعملي ايه بس يا شهيرة؟ ما ينفعش الكلام اللي انتي عملتيه ده، ليه كده بس؟ ايه اللي ما ينفعش؟ ازاي تخلي واحد زي ده يكلمك بالشكل ده؟ ومن هنا ورايح لازم يتعامل معاكي بأسلوب كويس. على العموم كتر خيرك، أنا مش عارفة أقولك إيه، ربنا يخليكي ليا يا شهيرة، يمكن ربنا جابك في الوقت المناسب، ده أنا كنت خايفة من جيته وبقول هديله فلوسه منين. سبحان الله، أهو ربنا دبرها، بس هما دين عليا وأنا هسددهم لك في أقرب وقت. يا ستي خلاص مفيش بينا فرق، أنا همشي بقى عشان خاطر أشوف موضوع الشقة اللي قلتلك عليها، وبعدين هجيلك تاني، مش عايزاكي تشيلي هم أي حاجة، أنا زي أختك يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. والله العظيم ما عارفة أشكرك إزاي، انتي مش أختي وبس، ده انتي أكتر من أختي، أنا أختي ما عملتش معايا كده، وزي ما قلتلك الفلوس دي دين عليا، وإن شاء الله هسددها لك في أقرب وقت. عيب الكلام ده، قلتلك زي ما قلتلك، لو عوزتي أي حاجة كلميني بس، وأنا تحت أمرك. وبعدها مشيت وخرج أسامة وقال: أول مرة يا ماما أشوفك تعرفي واحدة معاها فلوس كده، انت بتعرفي ناس محترمة اهو، إنما الست دي جايبة الفلوس دي كلها منين؟ ربنا يبارك فيها، ده ربنا بعتها لي من السما يا ابني، الحمد لله دي سترتنا، ده أنا ما كنتش عارفة أدفع الإيجار، وكنت شايلة الهم مش عارفة هنروح فين. هي ادت الراجل فلوسه وكمان دفعت فلوس مقدم، يعني هي كده عاوزة مننا 10,000 جنيه، مش عارفة أتصرف فيهم إزاي، ربنا يقدرني بقى وأعرف أسدد لها الفلوس. ايه يا ماما، ايه اللي بتفكري فيه ده؟ 10,000 جنيه ايه؟ انتي مش شايفاها عاملة ازاي؟ هي دي برضو هتقعد تدور ورا 10,000 جنيه، دول بالنسبة لها فكة. لا ماليش دعوة، هما دين عليا، يبقوا بالنسبة لها زي ما هي شايفاهم، بس دي فلوسها، والفلوس بتاعتها لازم ترجع لها، يعني ترجع لها، مفيش حاجة اسمها فكة ومش فكة، براحتك. وبعدها دخل الأوضة، وتاني يوم كان في نادي وقعد مع صاحبه أحمد. بقولك يا أسامة، احنا خلاص هنبدأ المشروع، بصراحة كده مش هينفع انك تخش معانا بالمجهود، لازم تدخل معانا براس مال كمان. يا أخي أنا بحاول أتصرف، بس الفلوس مش عارف أجيبها، اصبر شوية عليا يا أحمد، انت عارف أصلا إن فكرة المشروع دي بتاعتي، وأنا اللي مديكوا الفكرة. أيوة بس الفكرة مش كفاية عشان تخش شريك معانا، انت لازم برضو تخش معانا بفلوس، بس واضح كده انك مش جاهز بأي فلوس، احنا برضو مش هينفع ندفع من جبنا. يا أخي اصبر عليا، وبإذن الله على آخر الشهر كون حاولت أتصرف في الفلوس. وفي الوقت ده جت شهيرة وقالت: ازيك يا أسامة، عامل ايه؟ الله، انت عضو في النادي هنا؟ ده أنا أول مرة أعرف، انت مش فاكرني ولا ايه؟ طبعا، هو انت تتنسي أبدا؟ طبعا فاكر حضرتك، تعالي اتفضلي اقعدي معانا. أحمد بصوت واطي: ايه ده ياض ده؟ وانت تعرف الناس النظيفة دي منين؟ دي ناس نظيفة قوي.
اتفضلي 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 حضرتك اقعدي معانا. أنا لسه مشتركة في النادي الصبح وأخدت شقة قريبة من هنا. نفسي والله أنت وماما وأخوك زين تيجوا تشوفوها. زين؟ زين يخرج من البيت؟ ده زين ده ما بيخرجش من أوضته أصلا. بس أنا بجد سعيدة عشان شفت حضرتك. ده أنا اللي مبسوطة قوي يا أسامة. على فكرة أسامة صاحبك ده يعتبر ابن أختي، لأن أنا ومامته مش مجرد أصحابه بس، إحنا إخوات. أيوة يا عم أسامة، من قدك يا عم. أمال بتدعي الفقر ليه؟ بقى لما أنت ومامتك تعرفوا ناس بالغنى ده، وكل لما نقولك هات فلوس المشروع مش بترضى، يبقى كنت بتعمل علينا حركات ولا إيه؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله لأسامة ده؟ على فكرة أسامة من عيلة كبيرة قوي، وأهله ناس ولاد أصول جدا، ما يصحش كده على فكرة. أصل حضرتك مش فاهمة حاجة. أصل المفروض اللي إحنا التلاتة، أنا ومصطفى وأسامة، عاوزين نعمل مشروع، وأنا جاهز ومصطفى جاهز، وأسامة كل لما نقوله يطلع بحجة شكل ودايما يدعي علينا الفقر. على فكرة ما يصحش كده يا أخي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ما أنا قلتلك أنا هتصرف. الله، خلاص بقى عن إذنكم أنا ماشي. وقام من جنبهم، وشهيرة قالت على فكرة عيب قوي اللي أنت عملته مع صاحبك ده، أنت أحرجته قوي. وبعدين هو المشروع بتاعكم ده يعني عايز فلوس قد إيه إن شاء الله؟ يعني مش أقل من 25,000 جنيه، والبيه معهوش منهم ولا جنيه. تمام، أنا همشي دلوقتي، ولما أشوفك تاني هبقولك عشان تيجي أنت وصاحبك تاخدوا الفلوس. ومشيرة سابته ومشيت، وراحت بسرعة تدور على أسامة اللي كان خارج من النادي، وقالت له استنى يا أسامة استنى، أنا عايزة أتكلم معاك لو سمحت يا طنط شهيرة. أنا مش عاوزة أتكلم في حاجة خالص، أنا مروح ومش جاي هنا تاني. أنا عارف طبعا الكلام اللي أحمد قاله عليا بعد ما أنا سبته ومشيت. بالعكس هو ما قاليش أي حاجة غير على موضوع المشروع وبس، وإن هما عاوزينك هو وصاحبه وتبقى شريك معاهم. وأنا بقى عندي اقتراح تاني خالص. أسامة باستغراب اقتراح إيه يا طنط؟ بص كده، مبدئيا بلاش طنط وخليها شهيرة بس، أنا مش بحب حد يكبرني. تاني حاجة، إيه رأيك نركب ونروح نقعد في مكان ونقعد نتكلم براحتنا، وقتها بقى هنشوف هنعمل إيه. يلا اركب. وفعلا أسامة ركب معاها وأخدته مطعم شيك قوي، وقال لها الله المكان ده جميل قوي وشكله غالي قوي، هو احنا هندخل هنا ليه؟ بصراحة كده أنا قلت أجيبك هنا عشان نقعد ونتكلم شوية، كمان أقولك على الفكرة اللي عندي وأنا عارفة إنها هتعجبك قوي. المهم خد الفلوس دي خليها معاك عشان انت اللي تحاسب على الحاجات اللي هنطلبها. امسك يا أسامة امسك ما تتكسفش. وأخد منها الفلوس وقالت له يلا بينا ندخل. ودخلوا قعدوا، وطلبت شهيرة أكل، وأسامة قال لها ممكن أعرف بقى إيه الفكرة اللي عندك؟ كمان جبتيني هنا ليه؟ شكلك مستعجل أوي إنك تعرف. على العموم أنا عايزاك تعمل مشروع لنفسك، وأنا مستعدة أديلك الفلوس كلها من 1000 لحد 1,000,000 جنيه. ها قلت إيه؟ أسامة بصدمة ياه كل ده وحضرتك معاكي الفلوس دي كلها؟ وأكتر بكتير يا أسامة. أنا أهم حاجة عندي إن أعمل اللي أنا عاوزاه وأعمل اللي على مزاجي، وأنا بصراحة كده أول لما شفتك دخلت مزاجي قوي، وعشان كده مستعدة أمولك المشروع بتاعك من الألف للياء، بس بشرط واحد. طب وإيه هو الشرط ده؟ وأنا معاك في كل اللي هتطلبيه يا طنط، أقصد يا شهيرة. بص يا أسامة، أنت عارف إن أنا ست وحدانية ومحتاجة راجل في حياتي، وأنا بصراحة أول لما شفتك حسيت إنك أنت الراجل اللي هيساعدني، عشان كده بقولك إيه رأيك بقى تتجوزني؟ إيه أتجوزك؟ بس أنا أصلي إيه مالك ارتبكت كده من غير ما تكمل؟ أنا عارفة إنك لسه صغير والعمر قدامك، وأنا قلتلك مستعدة أعملك المشروع اللي قلتلك عليه ولوحدك كمان. بس يعني أصل ماما ممكن، أنا عارفة إن أمك عمرها ما هتوافق على جوازك مني، عشان كده إحنا ممكن نتجوز عرفي، وإذا كان على الشغل أنت هتقولها إنك اشتغلت في شركة كبيرة، وساعتها أنت اللي هتبقى صاحب كل حاجة. ها قلت إيه؟ الصراحة هو عرض مغري جدا وما ينفعش يترفض خالص. أنا موافق، بس طبعا قدام ماما والكل أنت هتبقي طنط، ماشي؟ موافقة. وكده بقى يبقى خير البر عاجله، يلا بينا على المحامي بتاعي عشان نكتب الورقة العرفي. وبعدها فعلا اتجوزت أسامة عرفي ورجعت معاه عندنا، وأسامة كان فرحان ودخل وقال ماما يا ماما انت فين يا حبيبتي؟ تعالي سلمي على طنط شهيرة. وأنا خرجت من المطبخ وقلت في يا أسامة مالك يا حبيبي؟
وانت ايه اللي جايبك مع شهيرة؟ انتوا اتقابلتوا تحت العمارة ولا ايه؟ انا قابلت أسامة، والصراحة هو جاي يقولك على خبر حلو قوي. والله يا أسامة خير يا حبيبي، ما تقولي وتفرحني. الصراحة كده الصبح طنط شهيرة لقيت لي شغلانة في شركة كبيرة قوي، ورحت عملت مقابلة واتقابلت فيها على طول. شيماء بفرحة: ايه ده بجد؟ ألف ألف مبروك يا حبيبي، متعرفش أنا فرحت لك قد ايه. وانت يا شهيرة والله مش عارفة أقولك ايه، شكرا قوي على اللي بتعمليه معانا. ما تقوليش حاجة يا حبيبتي. حس كده بقى يا أسامة، احنا نروح نخطب لك مريم بنت خالتك اللي انت بتحبها وعاوزها. أظن كده ملهمش حجة، انت كده اشتغلت وبتقبض مرتب حلو، مش ممكن بقى يرفضوك. هتبقى ايه حجتهم؟ في اللحظة دي شهيرة بصت لأسامة بزعل وقال: مش وقت الكلام في الموضوع ده يا ماما. ايه ده؟ هو انا حتى لسه استلمت الشغل، لو سمحتي مش وقته خالص. طب انا همشي بقى وهبقى اجي بعدين، عن اذنكم. ومشيت شهيرة، وأسامة قال: بقولك يا ماما، انا عايزك تأجلي موضوع مريم شوية، لسه عاوز اكون مستقبلي. انا دلوقتي رايح مشوار وجاي، عن اذنك. رايح فين تاني؟ عن اذنك بس يا ماما، لما ارجع هقولك. ونزل أسامة وراح لشهيرة وقال لها: انت ليه مشيتي بسرعة كده؟ ده كده يا أسامة بقى عاوز تتجوز بنت خالتك؟ دي ماما هي اللي عاوزانا اتجوزها، انما انا مش عاوز حد غيرك دلوقتي. طب اسمع بقى، انا عاوز اخلف عيل، نفسي قوي ابقى ام. ازاي يا شهيرة يعني وانتي يعني سنك يعني؟ انا مش عارفة اقولك ايه. لا من غير ما تقول. انت تقصد يعني عشان انا كبيرة في السن، بس ده ما يغنيش اني عاوز اخلف، وبعدين انا هعمل حقن مجهري. قلت ايه؟ خلاص تبقى الشركة بقى تبقى باسمي، واذا كان كده انا هبقى موافق. خلاص وانا كمان موافقة. هنروح امتى بقى نعمل الحقن المجهري يا أسامة؟ انا مش عاوزة اتأخر عشان التأخير مش كويس. ايه رأيك نروح من بكرة؟ خلاص موافق، بس لما تخلفي الولد هيتكتب باسمي. ايه يا أسامة الكلام العبيط ده؟ يعني انا هعمل لك شركة وهخليك اكبر اسم في السوق، وهخلف منك ومتجوزاك، وفي الاخر الولد مش هيبقى باسمك؟ لا طبعا لازم يبقى باسمك. امال هيكون باسم مين؟ بس طبعا لازم نكتب رسمي الاول، ميبقاش الجواز عرفي. اتفقنا؟ خلاص اتفقنا. وبعدها فعلا شهيرة عملت العملية وحملت، وانا قلت لأسامة لازم يروح يخطب بنت خالته، لأنه هو خلاص اشتغل وبقى معاه فلوس، والبنت حلوة ممكن أي حد ياخدها منه ويخطبها. عشان كده وافق. وكنا عند أختي، وجت شهيرة وقالت: اخصى عليكي يا شوشو، بقى كده برضه؟ كده ما تعزمنيش على خطوبة ابنك أسامة؟ انتي وحشة بقى على كده. معلش يا شهيرة، اصلها جت بسرعة كده يا حبيبتي. طب والعريس بقى الحلو الغندور ما قال لهمش إنه هو جوزي، ولا أنا حامل منه ولا إيه؟ شيماء بصدمة: نعم؟ انتي بتقولي إيه يا شهيرة؟ إيه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ انتي متجوزة ابني وكمان حامل منه؟ اسأليه ولا أقولك ما تسألهوش. خدي شوفي الورق ده ورق الدكتور، وده ورق الجواز العرفي اللي هنخليه رسمي عشان اللي في بطني يبقى باسمه. ما تقول لهم يا أسامة، ما تقول لهم. ردت أختي وقالت: يا نهار اسود ومنيل، بقى كده يا أسامة؟ بقى متجوز من ورا أمك، ومتجوز واحدة قدها في السن وأكبر منها، وجاي عايز تتجوز بنتي؟ معقولة؟ انت اتجننتي يا واد انت ولا ايه؟ بقولك ايه يا شيماء، خد ابنك واتكلي على الله من هنا. وفعلا مشيت أنا وأسامة وزين، وشهيرة مشيت قبلنا. ولما رجعت البيت قلت له: بقى كده يا أسامة؟ بقى أنا اللي بقول عليك عاقل؟ ليه تعمل كده يا ابني؟ ليه؟ أنا عملت كده عشان كنت عايز الفلوس، وهي عملت لي شركة. أعمل إيه يعني يا ماما؟ عن إذنك أنا ماشي. وسابني وراح لشهيرة اللي كانت قاعدة ومدية ظهرها. وأسامة قال لها: يعني جيتي وعملت المصيبة ومشيتي عادي ليه كده يا هانم؟ راح عشان يبصلها وبيدور وشها لقاها مقتولة. فضل يزعق ويقول: شهيرة يا شهيرة، انت ايه اللي حصلك؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ رد عليا. وطلع البواب والجيران اتلموا واتقبض على أسامة. وانا قلت له: ليه كده يا أسامة؟ ليه كده يا ابني؟ حرام عليك، اتجوزتها خلاص، لكن توصل بيك المرحلة تقتلها؟ ليه تضيع مستقبلك يا ابني؟ والله يا أمي ما عملت حاجة، أنا عمري أبدا ما كنت حامل كده. أرجوك يا أمي صدقيني، لو انتي بتتهميني فيها يبقى مين هيصدقني؟ عشان خاطري ساعديني، أنا والله ما عملت حاجة. ورجعت البيت وفضلت أعيط. وزين أخو أسامة التوأم قال لي:
أنا عارف إن أسامة أخويا عمره ما هيعمل كده أبدا يا أمي. أرجوكي لازم تقفي جنبه ونقوم له محامي يا أمي. أيوة يا حبيبي، عشان خاطري أنت لازم تروح تشوف محامي بسرعة. أنا خايفة على أخوك قوي. وفي بيت سماح أخت شهيرة عرفت إن أختها اتقتلت وزعلت عشانها، وكانت بتروق الدولاب وقعت سلسلة عليها صورة شهيرة، وقالت لجوزها: حسين، إيه ده يا حسين؟ في يا سماح؟ عمالة تنادي عليا بصوت عالي، في إيه؟ عاوزة مني إيه؟ أنا عايزة أعرف إيه ده بقى؟ إيه اللي جاب سلسلة شهيرة أختي الله يرحمها هنا في دولابك؟ حسين كان بيبلع ريقه بخوف وقال: أنا مش عرفني يعني يا سماح، أنا معرفش. لا والله، اوعى تكون انت اللي عملتها. يا لهوي، انت اللي قتلت اختي؟ انت قولي عملت ايه؟ اسكتي اسكتي، وطي صوتك، هتوديني في داهية. جرايه يا سماح، والله انا ما كنتش اقصد اقتلها، هي اللي وقعت على السكينة ايه؟ انت بتقول ايه؟ في الاشباك حسين راح لشهيرة لما كانت راجعة من عند اختي، وقت لما عرفت ان اسامة هيخطب بنت اختي، وقالت له: حسين، انت ايه اللي جابك هنا؟ عاوز ايه؟ هي مش مراتك طردتني من البيت بتاع ابويا؟ طب تصدقي بالله يا مشيرة، ده انا زعقت معاها وبهدلتها، قلت لها ازاي تعمل كده؟ ملهاش حق تطردك من بيت ابوكي. هي مين عشان تطردك من بيت ابوكي؟ طيب تمام، هو انت جاي عاوز مني ايه بقى؟ اتفضل امشي من هنا. يعني انا كنت جاي كده عايز قرشين، احنا اصلا يعني حالتنا كرب اوي، انت ما تعرفيش احنا عايشين ازاي، بس انت عارفه اختك سماح انفه كده ما تحبش تبين، انما انا وهي حالتنا كرب على الاخر. وانا مالي بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين مراتك اصلا مش هتقبل مني ولا مليم، ده على رايك طردتني من بيت ابويا، هتاخد مني فلوس؟ وبعدين انا عارفه كويس انك لو خدت مني تعريفه مش هتروح تقولها على حاجه. يا ريت بقى حضرتك تمشي من هنا وما اشوفش وشك تاني، عشان انا اصلا مش طايقه نفسي. كده برضه يا شهيره؟ يعني انا بقولك عاوز قرشين وانا هتكل على الله، وانا قلتلك امشي من هنا ومش هتاخد مني ولا جنيه. والله لو ما مشيت من هنا اللي نادي على البواب عشان يجي يرميك برا. وفي اللحظه دي هجم عليها حسين وخد السكينه اللي كانت موجوده من طبق الفاكهه وقعد يضربها بيها، ودخل فتش الشقه واخد كل الدهب بتاعها وطلع يجري ولبسها لأسامة. عودة من الفلاشباك: يا لهوي يا لهوي، حرام عليك تقتل أختي يا راجل انت، يا عديم الدين والأخلاق، وتخلي شاب زي الفل هو اللي يلبسها ويروح فيها، منك لله. اسمعي لما أقولك، إياك تفتحي بقك بكلمة، انت سامعة ولا لأ؟ وبعدها سابها ومشى، وفضلت سماح قاعدة وبتقول: منك لله يا حسين، بس والله ما هسكت، استحالة اسكت ولو فيها رقبتي. وطلعت تجري على الاسم وعملت بلاغ في حسين جوزها. ولما عرفت رحت قلت لها: انا مش عارفه اقول لك ايه يا سماح، والله انت فيك الخير عشان قلتي الحقيقه، ده لا ابني كان هيروح فيها. ما تقوليش كده يا ام اسامه، انا عملت اللي يرضي ضميري من ربنا، ما كانش ينفع اسكت. ازاي اقعد مع الراجل اللي قضى على اختي؟ ما كانش ينفع اسكت وانا شايفه الحقيقه قدامي. الحمد لله على سلامه ابنك. وبعدها خرج اسامه وانا قلت له: اظن كده بقى يا اسامه لازم تعقل وتروح بقى لخالتك ومريم وتستسمحهم عشان خاطر ينسوا اللي حصل منك. وتفتكري يا ماما ان هم هيرضوا يسامحوني؟ حاسس ان مريم كرهتني وخالتي كمان مش طياني. لا ما تقلقش يا حبيبي، انا كمان هتكلم معاهم واخليهم يرضوا عنك، بس انت من ناحيه وانا من ناحيه، ماشي؟ طيب يلا بينا بقى نروح لهم ونشوف هيعملوا معانا ايه. وبعدها رحت انا واسامه عند اختي، فضلنا انا واسامه نتكلم معاها هي وبنتها لحد ما الحمد لله سامحوا أسامة وأسامة اتجوز مريم. وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.